السلام عليكم. فيديو جديد ودردشة مع سحارتي. النهاردة هنتكلم عن أكتر موضوع كلنا بنشتكي منه. أنت مالك؟ كلنا عارفين الفنانة شيماء سيف، هي وجوزها للأسف لسه ربنا ما أكرمهمش بذرية، والناس المتطفلة زي ما أنا بحب أسميهم كل لما كانوا بيشوفوها: أنت ليه ما خسيتيش؟ أنت لو خسيتي على فكرة ربنا هيكرمك، أنت لو خسيتي هتخلفي. ولما خست بيقولوا لها بس انت كده خسيتي فانت المفروض كده خلاص هتخلفي. حتى لما كانوا بيقابلوا جوزها كانوا بيقولوا لها كانوا بيقولوا له نفس الكلام. فللاسف جوزها، وانا والله العظيم بعتبره راجل في منتهى الاحترام والمسؤوليه، طلع علشان يرد، والاول مره علشان يشيل كل الضغط والتوتر والاسترس وكميه التساؤلات والكلام اللي ملوش اي لازمه اللي كان بيتقال لمراته. بس ما حدش فكر ان هو عشان يعمل كده هو فكر كام الف مره انه يطلع يجرح نفسه قدام كل الناس في سر شخصي ما يخصهمش غير هما الاتنين. طلع قال ان العيب مش فيها اصلا، وان العيب وان اللي مخلي تاخر الانجاب المشكله من عنده هو، وان مراته اختارته هو ومؤمنه بربنا وقالت الحمد لله على كل حال وان شاء الله الموضوع موضوع وقت، ولما ربنا يكرم هيرزقنا في اي وقت. وحطت الموضوع كله إيمان في مشيئة الله، ورضيت بجوزها وبحالها وفضلت متمسكة بيه. أنا بقى ليا سؤال واحد: الناس اللي بتتطفل على حياة الناس يا جماعة، كل واحد فينا، أنا أو اللي بيشوفني أو أيا كان اللي بيسمع الفيديو، كل الناس عندها مشاكل، كل الناس عندها هموم. أقسم بالله إحنا عبارة عن صناديق سودة ماشية على الأرض. لو ربنا جعل كل واحد فينا يشوف الصندوق الأسود بتاع غيره وكمية المشاكل وكمية الوجع اللي بتبقى في حياته، والله ممكن يموت. سؤالك وتطفلك ده مهما كان صلة قرابتك ومهما كان العشم ما يديلكش حق اللي انت تسأل أسئلة شخصية مالكش دعوة بيها. يا راجل يا بخت من زار وخفف، خلي سؤالك دايما في حدود اللي انت بتطمن على اللي قدامك. هو ان احتاجك وسألك في حاجة او طلب مساعدتك في حاجة، مفيش مشكلة، ساعد بكل حاجة وكل المعرفة اللي عندك. لكن لو هو ما طلبش انت ما تتطفلش. بلاش انت ما اتجوزتيش ليه لحد دلوقتي، انت ما خلفتيش ليه لحد دلوقتي، هو انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي، هو انت ليه مش شغال الشغلانه دي، هو انت ليه بتقبض المرتب القليل ده، هو انت ليه ساكت على مراتك كده، هو انت ليه ما اتطلقتيش منه لحد دلوقتي. كل الكلام اللي بيتقال ده كله والاسئله دي كلها اسئله في منتهى السخافه. احنا بقينا في القرن الواحد وعشرين والاتنين وعشرين وداخلين خلاص، يعني قمة التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها دلوقتي للأسف ساعدت بزيادة على التطفل أصلا. يا جماعة، حياة كل واحد عاملة زي كتاب، محدش ليه الحق ان يفتح الكتاب ده إلا صاحبه، أو ان صاحبه يدي الكتاب بتاعه لحد يقول له خد افتحه. غير كده لأ. خلي دايما حياتك وحياة غيرك تبقى كل واحد ليه حدوده الشخصية. خلي سؤالك لطيف وخلي كلامك لطيف. انت مثلا حابب ان حد مثلا ما خلفش وانت نفسك انه يخلف، ما تسألوش ركعتين وانت بتصلي وقول اللهم ارزقه الذرية الصالحة. لكن انت لما تسأله انت بتوجعه. يا جماعة الأسئلة دي بتوجع، ده وجعها بيبقى أكبر وأشد ألم من المشكلة نفسها. فنخلي نفسنا خفاف على الناس وبلاش تطفل، ويا بخت من زار وخفف.